واحنا دوبا كملنا معاهم، ربيناهم ورجعناهم كيما رجعناهم هكذا. كانش واش رايك؟ قفطانك زوين. شكرا. درت لك قفطان في لافواتشور بيه بدهب ديال بلادك وعرفي به. حنا مصغرنا نضيف نكرمو العديان نكسروهم مزيان. حنا ورانا حاب نكونو ديالنا حتى شي واحد. ايوا صافي مليح ليكم. السلام عليكم، تحياتي لكم خوتي الجزائريين. صحة فطوركم. معليش ديروا لنا متابعة، اعجاب، كومنتير، ريبيبلي لهذا الفيديو باش يوصل كما دائما. وبارك الله فيكم على هذه المجهودات اللي راكم ديروا فيها معنا. يعطيكم الصحة خوتنا. جيت نرد فقط على هذه اللقطة اللي فاتت في أحد المسلسلات الجزائرية الرمضانية، وين نوميديا تكلمت مع إنسانة ممثلة تتكلم باللهجة المروكية، واللي تكلمت لها على القفطان، والقفطان قالت لها بأنه جاك مليح. ومن بعد نوميديا ردت عليها وقالت لها بأنه خليت لك قفطان بيه بذهبوا في السيارة و يعني في هذه اللقطة كامل حب يقول زعما الجزائري خرج من موضوع العشرية السوداء، والجزائري فاق بأنه لما كنا حنايا في هذيك الفترة نتاع 20 سنة اللي كان فيها عندنا حرب مع الكباب، كانوا بعض الجيران سواء في الشرق ولا في الغرب يريدون سرقة التراث الجزائري من كل شيء، أكل، من ثقافة، من لباس، من أدوات تاع الحياة، عدة أمور. ف يعني بعودة الدبلوماسية الخارجية الجزائرية القوية مع رئيس الجمهورية اللي راهو حاكم البلاد الآن، يعني مد بعض الأمور اللي بينت بأنه تراثنا قد سرق ونهب من بعض البلدان المجاورة. هما بلدان صغار، يعني صغار هكا بالحجم الصغير، ولكن أنا الآن عندي كلام على الجارة الغربية المتصهينة العاملة بالوكالة، واللي تخدم أجندات غربية وتعبد وتعشق من يمارس عليها السياسة القوية، ويمارس عليها الضغط ويمارس عليها العنف، تموت على هذه الأمور. هذه الجارة الغربية اللي لربما عندهم لربما تقريبا قريب 50% من الشعب أمي، لا يقرأ ولا يكتب، كما قالت يعني بعض الجمعيات اللي تابعة الدولة عندهم نتاعهم هذا الأمر. هذا الرعاية هادو يتكلموا على أنه القفطان نتاعهم. هو القفطان الإخوة الجزائريين، هو هذا القفطان هو أصله فارسي عثماني، ومنتشر في عدة دول. من بين هذا الدول هذه اللي منتشرة فيهم بعض البلدان اللي كانت تحت الحماية العثمانية، وتعلمون أن الحماية العثمانية كانت من الجزائر إلى فلسطين، يعني حتى دول الخليج، حتى مصر، حتى ليبيا، تونس. هذو كي يقول لك باللي عندنا شراكة مع إيران وتركيا في هذا القفطان تخرج عليهم. أما الجارة الغربية لما كان يحكمها الصليبيين، لأن العثمانيين كانوا يحاربون الصليبيين بما أنهم مسلمين، أما الجارة الغربية كانت تعشق الصليبيين، من بكري يموتوا على الانبطاح والنذالة والحقارة والكفار والرذيلة، ويموتوا على هذه الأمور. فكان عندهم اتحاد وتحالف مع البرتغال، إسبان، فرنسا، حمايات كل واحد واش حاميها. واحد ما ديلو سبتة ومليليا، واحد ما ديلو مراكش وفاس، واحد على أي تاريخ لا يرحم. فحبوا ينسبوا يعني لما تتكلم انت مع هذا الجار الغربي على اي امر يخص التراث الجزائري، يقول لك تاعي. هما حاجه واحده عندهم، انا هذه نشهد لهم بها، سواء الزليج او القفطان او بعض الامور المأكولات اللي وصلتهم عبر الجزائريين كما البسطيله. هذا الامور هما تلموا ما عندهمش تراث وما عندهمش تاريخ. اي امر يلحقهم يتشبكوا فيه بيديهم في زوج ويتقنوه ويخدموه. عكسنا حنا نشوفوا بأنه قاعدين نسمحوا في تراثنا ونسمحوا في تقاليدنا ونسمحوا في عدة أمور. هما مازالوا لحد الآن يخدموا زليج، يخدموا قفطان، يخدموا. فلما تكلمت نوميديا وقالت بأن هذا القفطان هو تاعنا، هو تاعنا صحيح،
انتم حاجه واحده واللي داروها لكم في اليونسكو مؤخرا، انتم خيايطه عندنا. انت تخيط وانا عوض اني نخدم القفطان نروح نجيبه من عندك فقط. كيما رونو، بيجو، داسيا، هم فرنسيين ولكن المصنع تاعهم في المغرب. يبقى ما تقدرش تقول هذه مغربيه، نو هذه فرنسيه، هي الاصل لمن فرنسا، ولكن صنعت في المغرب، لان اليد العامله عندكم رخيصه كيما انتم رخاص. تحية الجزائر، تحياتي للشعب الجزائري، ورحمة الله على الشهداء، والله المستعان.